السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض دستة جاتوه في صينية مدورة زي ما عملناها قبل كده. بنعملها من 350 جرام من الدقيق الاسبونج، هحط عليهم معلقة من الكاكاو الخام لاني عايزاها بالشوكولاتة. والجاتوه ده حلو جدا، يعني لا بتقطعي الجوانب ولا بتهلكي سبونج ولا اي حاجة. شويه من الفانيليا، 4 بيضات، نص كوبايه من الميه. بس النهارده قلت اجرب تجربه كده معاكم، ان انزل بالميه حبه حبه وتكون ميه ساقعه في دقيق الاسبونج كمان. قلت نجرب بقى، يعني نخترع. تعال نشوف النتيجه بقت عامله ازاي وشكلها عامل ازاي. المهم كده حطيت ال4 بيضات، وحطيت كده شويه صغيرين من الميه، وبدات هنزل بقى بالميه حبه حبه كمان. ايه مع معلقه صغيره من محسن الجل، مش معلقه كبيره، انا عايرت بالمعلقه الصغيره بس حطيت نصها بس. معلقه صغيره من بتاعه الشاي من محسن الجل، وبدات انزل بالميه شويه بشويه. والميه بتاعتي كانت ساقعه من التلاجة، وفرقت في كميه الاسبونج وفي علوه. والاسبونج طري جدا جدا جدا. هنشوف شويه كده الاسبونج عامل ازاي. انا بقى كل ما احط حبه حبه من الميه، ما نزلتش بيها مره واحده في الاول. كميه الاسبونج كانت حلوه في قلب العجان كده وكتيره، كانت اكنها كده سبونج بيتي كده من اللي احنا بنعمله. شايفين اهي الكميه طبعا زادت، ضم ال4 بيضات فزادوا، وده 350 جرام من دقيق الاسبونج، وحطيت عليهم معلقه من الكاكاو علشان حباب الكاكاو. تمام. هنحطهم بقى في الصينيه. الصينيه دي مقاس 28، لو اصغر من كده هتكون اعلى من كده، بس هتكون خرطه الجاتوه مش كبيره. فمقاس 28 مقاس 30 حلوه جدا، بيطلع لك خرطه الجاتوه كبيره كده وتملى العين. علشان الناس اللي بتاخد الحاجه تقول يا اخي يعد صغيره، ده عايزين اكتر من كده، ده عايزين تحط لها كده حاجات كتيره في قلب العلبه. عارفين الناس دي. فلا سيبكوا، يعني ايه، اعملي الصينيه الجاتوه دي مقاس 28 او 30، بتكون خرطه الجاتوه حلوه كده وكبيره. اما المقاس 26 بتكون صغيره فعلا، ايه، وشكلها ما تملاش العين كده، هي بتكون اعلى بس صغيره. لكن طبعا انتوا عارفين بقى، عارفين الناس عايزين الحاجه ايه، كبيره وكتيره والحاجات دي كلها. شايفين بقى الاسبونج وصل قد ايه؟ حته صغيره خالص من الصينيه دي. صينيه عادي بتاع البيت عادي، هي اللي كانت ناقصه. حطيتها بقى على الشبكه، والشبكه تكون في النص ودرجه الحراره العاديه. قعدت حوالي 20 دقيقه ل 25 دقيقه، 20 دقيقه وشوفيها، لان الصينيه مش عائق، مش الكيك مش كبيره قوي مرتفعه عشان تقعد كتير في الفرن. هحط لها قد ايه كريمه؟ هحط لها كوبايه من الكريمه، حطيت عليها كوبايه ونص من الميه. وهحط عليها ربع كوبايه من السكر. والكريمه دي حلوه جدا بتقبل الميه، وبما اننا بقينا في السقعه بقى، فكاتب بقى الكريمه ايه، تقبل الميه وما تسحش معاكي بسهوله. فهي كوبايه الكريمه هتعمل دسته الجاتو دي، موفره جدا وحلوه قوي الجاتو ده. تعالى بقى نشوف. المره اللي فاتت كمان انا كنت عاملاها بكوبايه ونص وكان فضل معايا كريمه. المره دي قلت انا هضرب كوبايه من الكريمه بس، علشان اشوف هي خدت قد ايه بالظبط. خدت الكوبايه بالظبط الحقيقه، حتى ما تبقاش روزيتات ولا اي حاجه، لا هي الكوبايه خدتها. واحنا هنعمل الروزيتات بعد كده بايه، تعالى هنشوف بقى. كملي الفيديو للاخر. حطيت عليها معلقه من الكاكاو الخام، ربع كوبايه من السكر، كوبايه ونص من الميه على كوبايه الكريم، وحطيت عليها 3 4 معالق من الجناش عشان تتلقى طعمها حلو. وتعالوا يلا نخرج الاسبونج واوريكم ارتفاعه قد ايه بالظبط. انتوا كلكم شايفين اصلا هو زي ما دخل الفرن زي ما خرج من الفرن حلو قوي. زاد حاجه بسيطه، قشرت الوش بتاعه كان خفيف خالص كده وبتقطع بايديا كده، فقمت جايباه الاول ومقشراه كله خالص وشايلاه عشان ايه نستغنى كده عنه. وحطيتها كده. شايفين الارتفاع حلو ازاي؟ على فكره ارتفاعها كانت عالي جدا، كانت ممكن تقدري تقطعيها على 3 ديسكات، بس انا قطعتها على 2 بس. وقلنا ايه، مش هنقطعها على 3 بقى توفيرا بقى للكريمه، هو حلو قوي 2 بس. الكيكه كل كيكه فيهم كان ارتفاعها حلو قوي ومناسب. هقشر كمان من تحت، او هعمل الاسبونج كده من تحت، وكده تبقى تمام. الاسبونج خفيف جدا، بتعامل معاه بالراحه قوي علشان لا يتقطع مني كده ولا كده، يعني بالراحه جدا. جبت كده الصينيه وحطيت اول ديسك. شايفين بقى ارتفاع الاسبونج عامل ازاي، وارتفاع الاسبونج التاني قطعته بالنص بالظبط. المنشار بتاعك يكون حامي، وتدخلي داخله واحده وما تخرجهاش، وما تتلججيش في الدخله دي. مره واحده ويكون الموضوع انتهى. هنسقي بقى بسيرم خفيف، بيكون عبارة عن نص كوباية من السكر وكوباية من المية، يغلوا غلوة واحدة كده على النار، شوية من الفانيليا وبس، مش اكتر من كده. متحطيش فيه ليمون ولا اي حاجة، وتسيبيه يبرد. وبدي ايه، تسقي بيه الكيك. بحطه كده في البتاع دي وبحطه في قلب التلاجة. لو عندي على فكرة بسقي، ما عنديش ما بسقيش. الكيكة كانت طرية جدا، بس كان السيرم متواجد عندي وجنبي، فقلت خلاص يلا نسقسقها ما دام موجود نسقسقها.
بعد كده هحط بقى الكريمه زي ما انتم شايفين، طبقه كده من الكريمه. ومش هحط برضو جوه شوكولاته واي حاجه، هي حاجه موفره جدا تقدري تعمليها لو جايلك ضيوف في منتهى السهوله. انا كان جاي لي ضيوف وقلت اما اعملها كده اسهل حاجه بقى، ولا هقطع جوانب ولا هقطع جاتوه ولا الكلام ده كله، لا كله كده مره واحده. وبتتعمل لو انت بقى ست بيت وجايلك ضيوف، تقدري تقومي تعمليها وتحطيها كده جنب بقى الحاجه الساقعه، جنب العصير بتاعك. حاجه حلوه جدا، ولا كلفتك حاجه، ولا ايه، كوبايه من الكريمه يا جماعه و350 جرام من السبونج واربع بيضات، هتقدري تعملي بقى دستة جاتوه من اللي بتروحي تجيبيها ب100 و100 وشويه من المحلات. فوفرت كتير جدا جدا، يعني ما تكلفكيش اي حاجه خالص. هنسقي بقى الطبقه اللي فوق وهنحط بقيه الكريمه بقى، ونبدا نجلس التورتايه بتاعتنا او الجاتوه بتاعنا. هنبدا نجلس الجاتوه من الجنب ومن فوق ومن كل حته. كميه الكريمه حلوه قوي من فوق ومن تحت، وهتشوفوا في الاخر اما اقطع لكم خرطه من الكيك علوها قد ايه. ما شاء الله الاسبونج ده كان اعلى من اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. صلوا على النبي بقى وانزلوا اكتبوا في التعليقات احنا وصلنا لهنا. بدات كده اجلس كل حاجه كده في قلب التورتيه واخليها مستوى واحد. وبعد كده هعملها بالسكريبر المشنشره وهدخلها الفريزر. موضوع سهل مفيش فيه اي حاجه. حط بس انت كده الكريمه بتاعتك بالقمع عشان ايه ما تلحوسيش الدنيا. وابدأي كده جلسي من الجناب وجلسي من فوق وسوي على قد ما تقدري. وبعد كده اعمليها بالسكريبر المشط او ما تعمليهاش مش مشكله. دخليها الفريزر بس تتماسك شويه، عما اكون انا دفيت الجناش بتاعي، لانه كان قفش ساعتها، الجو بقى ساقع والجناش عاد بيقفش على طول. دفيته وبعد كده حطيت عليها الجناش وبقت بالشكل ده. نسيت بس كده مشينا كده بتربات كده صغيره بس من الجنوب، ما حبناش نغطيها، حابه تغطيها بالراحه كده وبالمعلقه بتاعتك الاول. غطي الجنوب وبعد كده انزلي بالشوايه اللي في النص. دي بتكون اسهل طريقه انك تعملي بيها. زي ما انتوا شايفين محدش له دعوه بحله المحشي اللي محطوطه ايام سوري. دخلت التلاجة بقى قعدت لها 4 5 ساعات اما اتجمدت، لحد ما كنتش محتاجاها دلوقتي براحتنا خالص. فقعدت كده 4 ساعات اما اتجمدت. وبعد كده اما اتجمدت خرجتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي كان هنا بقى بقت جامده حتى من جواها. بدات ان اقطعها بالطرنش كده اهو، شايفين جامده ازاي. يلا اهي صلوا على النبي يا ولاد، صلوا على النبي يا ولاد عشان هنقطع هنقطع الجاتو. صلتوا على النبي. زي ما انتم شايفين كده هبدأ كده اقطعها. خلي ايدك كده ما تحوتش او ايه، تخلي بالك كل هنقطعها كده وبالنص. وكل مثلث من دول هنقطعه 3 حتت عشان تجيب لي 12 قطعة اهو. ايدي بقى كانت قاعدة تلحوس من هنا وتلحوس من هنا، وهيصة جنبي وعيالي قاعدين شايفين العيال اهو عايزين يدخلوا في التورته، عايزين يقطعوها معايا. عايزين يدخلوا. بس بتكون خرطة الجاتوه حلوة قوي، وبجد حاجة كده تشرفك قدام لو حد عندك. يعني لو حد عندك عزومة تقدري تعمليها في منتهى السهولة، ما خدتش منك اي حاجة اي حاجة اهو. يا ولاد يا ولاد الجمال والحلاوة دي يا ولاد، يا حلاوة يا ولاد اهو. اخر حته بقى يلا يا ام كريم شد حيلك. كانت جامده كانت جامده وكانت تلج. سبتها اصلا يعني على الرخامه لغايه بقى ما خلصنا بقى عادتنا ومش عارفه ايه. وخرجتها بقى ابن اختي كان داخل في الكاميرا بعينيه، ما تعرفوش ليه. هنا بقى مربة الحليب بقى هنبدأ نعمل القلب كده. ده احلى شكل بحبه ليا الحقيقة، شكل بسيط كده وسهل وبيبقى شكله حلو. فانت عايزه تختاري عليها اي حاجه. وعلى فكره عايزه تعمليها بالكريمه بالشوكولاته بالكريمه ايه، بالكريمه البيضه يعني بتكون حلوه جدا. او عايزه كمان تخلي كل ده صوصات تمام. اي اللعب في التزيين ده بتاعك انت تقدري تعملي اللي تقدري عليه. عايزه تمشيها فور سيزون او 8 سيزون 12 12 سيزون. عايزه تمشي يعني كل واحده فيهم بنوع كريسبو معين او نوع كريمه معينه، تقدري تلعبي كل الحاجات ديت ايه انت تقدري تعمليه. عما الشاي بقى يخلصوا شرب الشاي نكون خرجنا لهم الجاتوه الجامد ده. شايفين حلو ازاي؟ حلو ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنتات. شويه من الكريسبي بقى اللي كانوا موجودين وهنحطها. وشكل القلب شكله جميل. وكانت ايه كل خرطة ما شاء الله حلوة وكبيرة والعيال اتبسطوا واحنا اتبسطنا. ودي اسهل حاجة ممكن اعملها. انا كنت هعمل دست الجاتوه قلت هعملها في الصاج، قلت لا هنقعد نلبس في الصاج لايه ونقطع وجلوهات ومش عارفة ايه. هما اغلبيتهم بيحبوا الشوكولاتة، فقلنا خلاص نقضيها كده ايه شوكولاتة بقى ولا كريسبي ولا يعني ولا صوصات ولا تقطيع جوانب الجاتوه ولا الكلام ده. لا هي كل جانب ما شاء الله هتلاقيه متقطع وهتلاقيه زي القلم
اسهل، مش هتحتاجي بقى تقطعي جوانب وتقطعي مش عارفه ايه، لا خلينا كده في المرتاح. يعني انت لو مطلوب منك دستة شوكولاته تقدري تعمليها بمنتهى السهوله، بس المكسب هيكون فيها اكتر من التانية كمان، لان مش هتكلفك اي حاجه ومش يعني مش هتهدري منها كتير. تمام. وانت بقى لو ست بيت وعايزه تعمليها وجايلك ضيوف زي كده، قومي اعمليها على طول. حلوه جدا 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 وبسيطه خالص وسهله. يعني انت عارفه ان جايلك ضيوف بعد ساعتين بعد ثلاثه، تقدري تعمليها. بتتلج على طول وبتجمد على طول، وتقدري تقطعيها على طول على فكره. يعني لو قعدت ساعتين في الفريزر، يعني عادي الساعتين بيفرقوا الوقت، لان احنا طبعا في الشتاء. خلصناها بقى بشويه بس كريسبي كده جنب مربى الحليب. قولوا ايه رايكم، شكلها عامل ازاي؟ محدش ياخد باله من حله المحشي. اول حد ياخد باله من حاله المحشي خالص. وده بقى الشكل النهائي. تعالى بقى اوريكم ارتفاع كده بقى خرطه كده زي ما انتوا هتشوفي كده في قلب الطبق، وقدمتها بالشكل ده بقى. ومعاها بقى حاجه ساقعه كانت حلوه جدا. شايفين بقى الارتفاع عامل ازاي؟ كانت خفيفه قوي قوي قوي، وارتفاعها حلو جدا، والكريمه بتاعتها مظبوطه، والشوكولاته طبعا روعه. اشوفكم في فيديو جديد.